اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فطير، بس هنعمله بطريقه مختلفه شويه. زهقنا من الطريقه التقليديه العاديه الساده او يتحشى جبنه بيضه. لا، احنا النهارده هنعمله بطريقه جديده وسهله جدا بمقادير موجوده دايما عندك في البيت. في 5 دقايق تقومي تحضريه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي والمقادير ايه. معايا اول حاجه كيلو دقيق منخول، ومعايا معلقه كبيره سكر، ومعايا معلقه صغيره ملح. هي دي كل المقادير اللي معايا. بخلط المقادير كويس مع بعضها، وبتأكد ان هما اختلطوا كويس مع بعض. وبعدين بقى بضيف المية واحدة واحدة، بضيف واعجن شوية لحد ما بلاقي العجينة لمت معايا. مقدار المية مش محدود، ده على حسب ما العجينة تلم معاكي، على حسب الدقيق. فبحط مية وبلاقي بقى العجينة بدأت تلم معايا حبة حبة. وكل ما بلاقي لسه العجينة فيها دقيق ومش بتلم معايا بحط لها حبة مية، بس ما بزودش مية كتير يعني مرة واحدة، لا بحطها حبة حبة. وابتدي بقى اعجن كويس قوي، ولازم اعجن كويس قوي، يعني اعجنها لمدة 10 دقايق، مش اقل من كده، علشان تديني نتيجة حلوة وتبقى العجينة ناعمة كده وبتمط معايا. طبعا لو عندك عجان هيساعدك كتير قوي في الخطوة دي. لو ما عندكيش عادي بنعجنها بايدينا، مفيش مشكلة. بعد ما بنلمها في الطبق بالشكل ده باخدها بقى احطها على الرخامة واحط حبة دقيق من تحت، وابدأ بقى اعجن فيها كويس جدا زي ما قلنا، مش اقل من 10 دقايق، لحد ما بلاقي العجينة معايا بقت ناعمة واتعجنت حلوة قوي. هنا اهو بعد ما عجناها كويس، بصوا عاملة ازاي بتمط وناعمة ازاي. بحطها في طبق بقى وبسيبها ترتاح، اغطيها فوطة واسيبها ترتاح شوية علشان لما اجي اقطعها تبقى سهلة معايا في التقطيع، ما تبقاش ماسكة في نفسها وبتشد كده. وبعدين بقى بحضر صينية وبدهنها سمنة من تحت كده علشان ارص فيها العجينة. اخد العجين وابدأ اقطعه كور صغيرة بحجم البرتقانة كده، وارصهم في الصينية علشان هسيبها ترتاح تاني برضو بعد ما قطعناها. اهو بالشكل ده كده. طبعا احاول ان انا الكور كلها تبقى مقاس واحد علشان الفطير يطلع معايا مقاس واحد. اهو بالشكل ده بسويها. الكمية دي الكيلو دقيق عمل معايا 13 فطيرة. انتي بقى عايزة تقللي المقدار بتقللي مقدار الدقيق، عايزة تزودي المقدار زي ما تحبي. وبغطيها واسيبها ترتاح علشان اعرف افردها كويس وتبقى سهلة معايا في الفرد. ما تبقاش كل ما افردها تلاقيها بتلم معايا، فكده هلاقيها بتتفرد بسهولة جدا. وهنا بقى حضرنا جبنة موتزاريلا، ومعايا سمنة، ومعايا العجين بعد ما سيبناه يرتاح خالص. وعلى الرخامة بقى بحط سمنة وببدأ اخد كورة كده وببدأ افردها. بصوا بتتفرد ازاي بسهولة. بدهن ايدي سمنة بقى كل شوية كده وافرد العجين عشان يتفرد معايا بسهولة. اهو زي ما احنا شايفين، بصوا سهل جدا مفيهوش اي حاجة. خليته طبقة رقيقة خالص. بصوا الرخامة بدأت تبان معايا. طبعا اخلي بالي عشان متقطعش مني، وحتى لو اتقطعت حاجات بسيطة كده كده احنا بنلفها في بعضها فمش بتبان. وبعدين بقى ببدأ احط الجبنة بالشكل ده كده بالعرض. اهو لو انت عايزة تزودي بقى مع الجبنة تزودي بقى زيتون، تزودي جبنة تانية شيدر او اي حاجة، دي بقى زي ما تحبي. وبنلفها رول كده بالشكل ده اهو. طبعا في سمنة في ايدي وسمنة في العجين فبلاقيها بتلف معايا كويس. وبعدين بلفها حوالين نفسها كده بالشكل ده كده دايرة اهو. بحط الطرف من تحت زي ما شفنا، وكده بقت معايا جاهزة. وبسيبها على جنب وبعمل واحدة تانية اهو. نعملها اهو بالشكل ده كده. بصوا العجينة سهلة معايا في الفرد قوي عشان سبتها ترتاح اول ما عجنتها وسبتها ترتاح بعد ما قطعتها.
فخطوة ان انتي تسيبي العجينة ترتاح دي لازم. اهو بالشكل ده. وبعدين بحط الجبنة. ممكن كمان لو ما عندكيش اي جبنة ممكن تحشيها حتة جبنة بيضة عادي جدا، ان شاء الله جبنة فيتا. هتحشي الفطير ده اي حاجة هتبقى حلوة قوي، يعني هتحسي ان انتي بتاكلي حاجة مختلفة. ممكن تزودي بسطرمة، تزودي ممكن صدق لو عايزة. هيديكي نتيجة حلوة جدا. بس طبعا الصدق لازم ابقى اكون مسوياه من قبلها، ما احطوش ني. اهو بلفها رول بالشكل ده، اهو بالشكل ده كده سهلة قوي، مفيهاش اي حاجة. وبعدين بلفها دايرة حوالين نفسها اهو كده. وبعد كده الطرف بحطه من تحت. اهي بقت جاهزة معايا، سهلة قوي مفيش اي حاجة. وهنا بعد ما عملناهم بنبططهم بقى كده بايدينا شوية، بتضغط عليها لحد ما تتبطط سنة. طبعا انا سبتها ترتاح تاني. قبل ما خلصت الكمية كلها برجع بقى لأول واحدة انا عملتها تكون ارتاحت، ببتدي ابططها، بتتبطط معايا كويس جدا اهو كده بقت جاهزة معايا. طبعا حجم الفطيرة انت بتتحكمي بيه زي ما انت عايزة، انا عملتها صغيرة حلوة قوي كده. وبعدين بقى في طاسة على النار بنحط زيت او سمنة زي ما تحبي، ونحط بقى الفطيرة. لازم تكون الطاسة سخنة، ما نزلهاش على زيت او سمنة وطاسة باردة، لازم تبقى سخنة. وبحطها بالشكل ده كده على نار متوسطة علشان ما تتحرقش من بره وتبقى نية من جوه. واول ما لونها بيتغير كده وبحس ان لونها بقى ذهبي شوية بقلبها على الناحية التانية. يعني كأنه فطير مشلتت بالجبنة، بس من غير بقى فرن ودوشة الفرن. بنقليه في الزيت في 5 دقايق بيبقى جاهز. لونها حلو قوي والريحة قلب الدنيا، وتاكليه بقى وهو سخن كده ومورق ومقرمش، حلو قوي قوي. ومفهوش حاجة، حبة دقيق وسكر وملح وحبة مية، العجينة بتبقى جاهزة معايا. اهي بقت جاهزة معايا كده تمام. بطلعها بقى بعد ما اتأكدت ان هي خدت لون حلو من الجنبين وان هي استوت من جوه تمام كده. نبدأ نعمل واحدة كمان. وهنا معايا بعد ما الفطير خلص معايا، بصوا عامل ازاي، لونه يجنن. بصوا الجبنة بتمط ازاي، طعمها حلو قوي ومورق ومقرمش ونضيف. طبعا عاملاه في البيت بسمنة حلوة، فانتي ضامنة مستوى نظافته. مش عايزة اقول لكم على ريحته وطعمه، يجنن بجد. ينفع في الفطار او في العشاء، حلوة قوي. بصوا عامل ازاي، الصورة بتتكلم عن نفسها. ودي بعد ما خلصنا بقى الكمية كلها. مش عايزة اقول لكم على طعمته حلوة ازاي. واتمنى تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشتركوا في القناة وفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد.